الشاب اللي قدامكوا أول يوم العيد قتل أمه وإخواته ال5، والموضوع ما كانش لحظة غضب ولا جريمة عشوائية، والأخطر من ده كله إن كان بيقول اللي حصل كان باتفاق ما بينه وبين أمه إن النهاية تحصل بالشكل المرعب ده. لكن السؤال اللي خوف بجد، إزاي أم توصل للمرحلة دي؟ وإيه اللي حصل جوه الشقة في اليوم ده؟ خليك معايا وأنا هقولك الحكاية. سنة 2026 أول يوم العيد في محافظة الإسكندرية في منطقة كرموز، كان في شاب واقف على سطح العمارة، وفي الوقت دوت كان عايز ينهي حياته وينط من فوق سطح العمارة. لكن في نفس اللحظة دي كان في واحد جاره طلع فوق السطح، كان طالع يصلح الدش بتاع التلفزيون، وأول ما شافه اتصدم وجري عليه وشده في آخر لحظة. الشاب كان بيقاوم ويصرخ بشكل غريب جدا، ولما سألوه في إيه، عايز تموت نفسك ليه؟ قال لهم سيبوني لازم أموت. الصوت كان عالي جدا والمنظر كان مرعب، وخلال لحظات الناس بدأت تتجمع. الكل كان بيبص ومحدش كان فاهم أي حاجة باللي بتحصل. حاولوا يهدوه ويسألوه إيه اللي حصل. الشاب بص ليهم وقال لهم جملة محدش كان متوقعها تماما. قال لهم أنا موتت أمي وإخواتي ال5. ومن اللحظة دي الموضوع ما بقاش محاولة انتحار بس، بقى جريمة كاملة. والسؤال إيه اللي حصل جوه البيت وإزاي الشاب يوصل للمرحلة دي؟ القصة تبدأ من حوالي 20 سنة، وتحديدا في 2005. بنت من اسكندرية اتعرفت على راجل خليجي وحبوا بعض، وبعد كده اتجوزوا في نفس السنة، ومع الوقت خلفوا 6 أطفال، وأكبرهم ريان المتهم الرئيسي في الجريمة بتاعت النهاردة. في البداية الحياة كانت مستقرة جدا ما بين مصر والخليج، بس الهدوء دوت ما استمرش لفترة طويلة. المشاكل بدأت تظهر واحدة ورا التانية، لحد الأم ما لقت نفسها لوحديها من غير طلاق ومن غير سند. السنين عدت والحياة كانت بتضغط عليهم كل يوم عن التاني، لحد سنة 2026 حصلت الصدمة الكبيرة. الأم اكتشفت إن عندها مرض السرطان وفي مرحلة متأخرة. كلمت جوزها أبو عيالها يمكن يساعدها، لكن الرفض كان أقسى من المرض نفسه. قال لها أنا طلقتك وماليش أي علاقة بيكي واتجوزتي غيرك. وفي اللحظة ديت الأم رجعت على مصر وسكنت في محافظة الإسكندرية، وتحديدا في منطقة كرموز مع أولادها ال5. ومن هنا بدأت المعاناة الحقيقية تظهر. حياتها كلها كانت فقر وديون، وبدأت تبيع عفش البيت، وحرفيا ما كانوش لاقيين لقمة ياكلوها ولا عارفة تصرف على مرضها. ريان ابنها الكبير حاول يقف جنبها وبدأ يشتغل عشان يساعدها، بس الحقيقة إن الظروف كانت أقوى منهم كلهم. ومن هنا بدأ الضغط يزيد لحد ما وصل لمرحلة ما كانش حد متخيلها أبدا. في شهر رمضان سنة 2026 الأم قعدت مع ريان وقالت له إنها خايفة عليهم، وكانت خايفة إنها تموت وتسيبهم يتعذبوا لوحديهم. وطلبت من ريان طلب كان صعب أي حد يصدقه. قالت له إن أنا هقتل إخواتك ال5 وبعد كده يقتلها، وبعديها ينهي حياته هو كمان. ريان موافقش في الأول، لكن مع الوقت والضغط لحد ما وافق أول يوم العيد، وبدأت الأم تقتل عيالها ال5 واحد ورا التاني لحد ما ال5 كلهم ماتوا، وتأكدت إن هم ماتوا. وبعد كده ريان قتل أمه زي ما هي طلبت. وكل ده حصل في ليلة المفروض الكل بيفرح فيها، لكنها انتهت بأبشع جريمة. بعد الجريمة ريان قعد ساعة جنب الجثث في حالة صدمة، وما كانش مستوعب ايه اللي حصل ولا هو عمل ايه. وبعد كده طلع البلكونة عشان ينهي حياته، بس وقف فجأة وبص تحت عشان ينتحر، لكن خاف يعيش فطلع على سطح العمارة عشان يتأكد لما ينتحر إنه هيموت. بس في آخر لحظة كان في واحد من الجيران طالع يصلح الدش بتاع التلفزيون، وأول ما شافه جري عليه وشده في آخر لحظة. والكل كان بيسأل في إيه اللي حصل. وريان بدأ يتكلم ويقول الحقيقة، أنا موتت أمي وإخواتي ال5. الأهالي في المنطقة بلغوا الشرطة، والشرطة أول ما وصلت فتحوا باب الشقة، والمنظر كان بشع عشان أول ما فتحوا الباب يلاقوا 6 جثث، الأم و5 أطفال. وفي الوقت دوت تم القبض على ريان، وفي التحقيق قال إن الأم هي اللي طلبت منه يعمل كده، لكن ما كانش فيه أي دليل يأكد كلامه. وده خلى الشك يكبر، هل هو بيقول الحقيقة ولا بيحاول يهرب من المسؤولية؟ وحتى الآن ما صدرش أي حكم على ريان. والحلقة لحد هنا خلصت، لكن عايزك تكتب لي رأيك في التعليقات وتقول لي مين المسؤول الحقيقي، ريان ولا الأم ولا الأب اللي سابهم في أصعب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.